بسم الله الرحمن الرحيم. لو عندك سمكية واحدة بس إن شاء الله نعمل منها صينية حلوة قوي، وهنزود كده الخلطة بإذن الله. الطريقة تعجبكم. بجيب كده السمكية وبغسلها طبعا كويس جدا، وبقطعها. طبعا ممكن تقطعيها بأي شكل تحبيه. معايا هنا حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم، وده كرفس أنا مفرزاه برضو حوالي معلقة كبيرة، ومعلقة كده صغيرة كمون وفلفل أحمر وكزبرة. ونظبط طبعا الملح، ونحط بقى فلفل اللي هو الفلفل الرومي. ممكن نحط كمان فلفل أحمر. نفرم بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا لحد ما تنعم بالشكل ده. هنعصر ليمونة يعني صغيرة كده على التتبيلة. وهنبدأ بقى نتبل السمكية من كل الجهات. التتبيلة دي حلوة لكل أنواع السمك، يعني ممكن نعمل السمك البوري، السمك البلطي بنفس الطريقة. وأنا عاملة برضو فيديو للسمك البلطي بالزيت والليمون. هنحط بقى كده حوالي 3 أو 4 معالق من الزيت، وهندخل الصينية دي الفرن لحد ما تتشرب كل التتبيلة اللي موجودة عليها. معايا بقى فلفل وطماطم وكرفس وجزر. هنقطع بقى الطماطم والفلفل مكعبات صغيرة، ودول معلقتين زيت هنحطهم كده في الطاسة. وهننزل بحوالي بصلاية صغيرة مقطعة مكعبات، ودي بقى طماطم وفلفل. وهننزل برضو بكام قرن شطة كده، وجزر مبشور، وده الكرفس. هنقلب بقى كل الخضار ده مع بعض. ودي معلقة كبيرة من التتبيلة هنقلبها كده مع باقي الخضار لحد ما يدبل تماما. يعني تقريبا احنا بنسويه. هنا بقى السمك يعتبر يعني اتشرب التتبيلة. طبعا احنا مش بنسويه تسوية كاملة، احنا لسه هندخله الفرن بقى بالخلطة. بس مجرد ان هو بيشرب التتبيلة بصراحة الطريقة دي بتخلي السمك طعمه حلو قوي ومفهوش اي زفارة خالص. افضل كتير من اننا نحط الخضار على السمك مرة واحدة وندخله في الفرن. فعلا الطريقة دي مختلفة وبتدي طعم افضل للسمك كتير. هندخله بقى الفرن يعني حوالي ربع ساعة كده، مجرد ما المكونات كلها كده تندمج مع بعضها والخضار يتشوي في الفرن. كده بقى السمك جاهز. بجد يبقى طعمه حلو قوي، وكمان الخلطة دي جميلة جدا. وزودت برضو كمية السمك. ممكن نعمل قطعة فحم كده ونضيف عليها معلقة زيت، بتدي طعم مدخن للسمك كأننا عاملينه كده على الفحم. بتمنى بقى تجربوا وصفة النهاردة، وإن شاء الله تعجبكم. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.